عادات غيرت من حياتي. كلنا نفسنا نكون الشخص اللي كل الناس بتبقى فخورين بيه، الشخص اللي احنا اهم حاجة نبقى فخورين بنفسينا اللي احنا وصلنا له، المنجز اللي بيعمل كل حاجة، اللي بيصحى الصبح بدري وبيروح الجيم ومش عارفة بيعمل ايه. بس ازاي نوصل لده؟ ده اللي احنا نعرفه هنا في العادات اللي فعلا فعلا غيرت حياتي. غيرتني من شخص بيحب النوم وكسول لشخص نشيط بيصحى بدري حتى في الأجازة ومنجز. ايه هي العادات؟ اول حاجة هي عبادة مش عادة، وهي الصلاة. اول حاجة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فده لوحده كفاية ان هو يخليك تبعد عن المعاصي وتهتم بطاعة ربنا. وهتلاقي نفسك صدقني كل ما بتطيع ربنا بتلاقي فيه بركة في الوقت، وبتعمل حاجات انت مش متخيل انت ازاي النهاردة خلصت ده كله. بس هتلاقي معاك، هتلاقي ان انت بقيت بتستغل وقت فراغك كتير. بدل ما انت بتسكرول على السوشيال ميديا هتلاقي نفسك بقيت بتكره المعاصي، بقيت بتكره ان انت تتفرج على المسلسلات، بتكره تسمع اغاني. ليه؟ لان انت انتظمت على الصلاة. بس تبقى عارف ازاي الوضوء كويس، ازاي الصلاة الصح، لان للاسف معظمنا مش بنعرف ازاي الوضوء صح، ازاي الصلاة صح. فانا انصحك انت تشوف فيديوز من على اليوتيوب تعرف ازاي الوضوء الصح وازاي الصلاة الصح. إيه، وهنا لازم انوه على حاجة، ان الفرق بين المسلم والكافر هو الصلاة. فمن المسلم اللي بيترك الصلاة هو كافر. وفي بعض العلماء قالوا اصلا هو يدفن في قبور مع المسلمين، ولا نحفر له حفرة في الصحراء يدفن فيها. انت متخيل الكبر؟ ان اللي بينام وهو مش ناوي ان يصحى صلاة الفجر عقوبته اسوأ من عقوبة الزاني، اسوأ من عقوبة كل شيء، اسوأ من عقوبة الإباحية. فتخيل ان ترك الصلاة دي انت خلاص بقيت كافر، وتارك الصلاة 3 فروض ورا بعض كده هو خلاص تارك صلاة. فلازم تراجع نفسك، انت ايه مع الصلاة؟ انت علاقتك ايه بربنا؟ لازم تصلح علاقتك من ربنا عشان تكون شخص افضل. لازم تصلح علاقتك من ربنا. انت صدقني كل ما بتصلح علاقتك من ربنا هتكون اسعد حتى مع حياتك، هتكون مطمئن كده في نفس، في طمأنينة في الموضوع. هتلاقي نفسك سمح. ممكن تقولي دلوقتي على فكرة انا مش بصلي بس انا طيب وقلبي طيب وبحب الخير للناس، وغيري كتير بيصلوا وهم مؤذيين ووحشين. ماشي اوكي، هو الفكرة ان كل واحد شيطان وبيدخله من فين. بس انت فكرك ان انت هتتسوى بيه؟ لا طبعا انت مش هتتسوى بيه. اللي بيصلي بس مؤذي ووحش ده هيدخل الجنة في الاخر، هيتعذب على كل حاجة بيعملها، وممكن يتوب اصلا قبل ما يتوفى. لان زي ما بقولك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان هتلاقي ان كل ما بيصلي احسن كل ما بقى شخص افضل. بس انت اللي مش بتصلي للأسف مش هتكون معاه في الجنة اصلا، لان اللي ترك الصلاة انا قلت في الاول هو كافر. وهنا تخيل بسيط عايزة اقولهولك، ان تخيل نفسك ان انت ماشي في الشارع وحد وقفك سألك الساعة كام، قلت له الساعة ومشيت على طول. بعدين لقيت حد تاني جاي من وراك بيقولك انت عارف ده مين؟ ده ملك مش عارفة ايه، وبيستجيب طلب اي حد، واي حد بيطلب منه اي حاجة بيديها له. انت هتقعد تبص كده تقول انا ليه محدش قال لي؟ لو كنت عرفت كنت قلت له ده انا عايز فيلا في كذا، وعايز عربية جديدة، وعايز مش عارفة اعمل ايه. صح؟ هتكون حاسس بالحسرة قد ايه ان انت ما قدرتش تستغل الفرصة دي للأسف. ولله المثل الأعلى. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ربنا قالك إن هو قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ادعي ربنا، ادعي ربنا. انت عايز شقة وعايز فيلا وعايز حاجات كتير، ادعي ربنا. ربنا بيتنزل في الثلث الأخير من الليل بيقول هل من داعي فاستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. احنا بجد كنز عظيم كبير في ايدينا، بس احنا للأسف مش بنستغله ومش عارفين ايه قيمته. بنعمل عادات كتير سيئة وعايزين نبطلها، بنحرك والدينا، بنتفرج على حاجات مش كويسة ومش عارفين ازاي نبطلها، بنشرب سجاير ومؤذيين، بنحب نتكلم على غيرنا، مش عارفين ازاي نبطل كل ده. الموضوع سهل، صلي. الصلاة هتلاقي نفسك بتمتنع عن ان انت تعمل حاجة. انا اللي بجد بجد غير حياتي شهر واحد
كان كفاية ان هو يغير حياتي كلها، وهو شهر رمضان. في فعلا حسيت ان انا انتظمت على الصلاة وقراءة الورد والصيام. حسيت ان انا بعدين انا كارهة اني انا كنت شخص بيحب اتفرج على المسلسلات كتير، بحب الاغاني، بقيت كارهاها، بكره حتى اني اروح فرح اسمع فيه اغاني. صدقني ان انت لو صدقت مع الله ربنا يصدقك. ممكن تقول ان انت بتحب معصية معينة بس مش عارف تتركها، اسجد وقول يا رب انا بحب كذا بس انا هتركها ليك يا رب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فما تسيبش الحاجة وانت متضايق، لا صدقني ربنا هيعوضك، وعوضك هتبقى كبير، وهتبقى تحمد ربنا ان انت تركت هذه المعصية. انا عايزاك بس بتتخيل نفسك يوم القيامة وانت قاعد بتبص هتعدي الصراط دلوقتي، واللي قدامك كل واحد بيعدي بيقع، او اللي بتخطف النار، او اللي بتمسك في رجليه النار وبيحاول يعدي على الناحية التانية بس للأسف بيقع في الآخر وانت مش عارف. هل انت كنت بتصلي؟ هل الصلاة انت كنت بتصليها صح؟ هل انت كنت واعي اصلا في صلاتك؟ هل صلاة كانت ترضي ربنا؟ يا ترى هتعدي ولا لأ، ولا هتقع في النار؟ احنا لازم بجد نفكر نفسنا كل يوم بالحاجات دي، لازم كل يوم قبل ما ننام نحاسب نفسينا. حاسب نفسك قبل ما ربنا اللي يحاسبك، حاسب نفسك قبل ما تموت. احنا حياتنا كلها رصيد وقت، تخيل لو معاملتنا بدل من الفلوس بالوقت، يا ترى هتصرف وقتك في ايه؟ فكر بالحاجة دي. انا هصرف وقتي، هل هصرفها على مسلسلات سكرولينج على السوشيال ميديا، ولا هصرفها في طاعة ربنا، في طلب علم، طلب علم شرعي وعلم ديني؟ فكر كويس في وقتك، واعرف ان اللحظة اللي بتنتهي مش بترجع. السنة اللي فاتت انقضت، الدقيقة اللي احنا لسه بنتكلم فيها من شوية مشيت. كل شيء بيمشي، والوقت الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش تتعوض. انت لو شفت كل اللي في المقابر دلوقتي هتلاقيهم بيقول ربي ارجعني لعلي اعمل صالحا. مش كلهم طبعا، في منهم مسلمين، بس قصدي الكفار وتارك الصلاة. الصلاة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يقضيها عنك، فصليها انت، لان انت لو رحت تلاقي بين ايدين ربنا محدش هيقدر يقضيها عنك. طبعا انا اقل واحدة اقدر اتكلم عن الحاجات دي. في حاجات كتيرة قوي على اليوتيوب تقدر تتفرج عليها عن عن اجر الصلاة، وهل لازم وايه، ان ازاي تصلح علاقتك مع ربنا. انا بس بدي كده هنت بسيط ان احنا لازم نقرب من ربنا. المهم تاني عادة بقى هي القراءة. القراءة غيرت تفكيري بجد، خلتني شخص تاني. إيه، بتصارع المعتقدات اللي انت مترسخة عندك من ايام اجدادنا واجداد اجدادنا، اللي هي انت اتورثتها اصلا. في معتقدات للاسف احنا كتيرة بنعتقدها هي غلط. فانت لما بتقرأ كتاب ب... بتخلي عندك حوار من التفكير الناقد، هل اللي انا بفكر فيه صح ولا الفكرة اللي في الكتاب هي اللي صح. لازم تبقى مثقف كده وكده، بتبقى شخص ناضج شوية مع قراءة الكتب. بتعيش كذا حياة. انت متخيل ان الكاتب بيبقى بي... بيلخص خبرته كلها في كتاب؟ كم كتاب قرأته، كم حياة عشتها. انت ما تعيش حياتك انت بس، عيش كذا حياة، خد خبرات كل اللي حواليك بانك تقرأ كتب. دايما بيقولوا leaders are leaders، ان القراء هم قياد المجتمع. بس خد بالك انت بتقرأ ايه، مش بنقرأ اي كلام وبس. قراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ. فاحنا لازم نقرأ في تاريخ الإسلام، نقرأ كتب دينية وكتب دنيوية، كله، بس لازم نفيد نفسنا الكتب اللي هتقدر تفيدنا فعلا وتفيد المجتمع. ولو انت عايز تلتزم بالقراءة لازم، انا كنت قايلة ازاي نلتزم بالعادات، عاملة حلقة للعادات الذرية ازاي نبني عادات. فلازم تحدد لها وقت ومكان، مكان وزمان ثابتين. فمثلا هتبقى الساعة 12 ظهر وانت بتشرب كوباية القهوة على الكنبة اللي انت بتحبها، تخلي كتاب جنبك عشان تفتكر. ممكن تعمل منبه كل يوم ان انت لغاية ما تترسخ العادة دي عندك. صدقني هتلاقيها احسن من متابعتك للسوشيال ميديا، اللي هي متابعة انت مش بيها اي حاجة، مستفدش منها اي حاجة غير تضييع للوقت. ما تضيعش وقتك.
آم، تالت عادة معانا وهي الرياضة. لو سألت كل الناس الناجحين ايه هي اهم عادة انت بتعملها، هتلاقيهم بيقولوا عادتين: الرياضة وحاجة تانية هقولها بعدين. فالرياضة دايما بيقولوا ايه، احنا عارفين العقل السليم في الجسم السليم. فالرياضة هي فعلا بتخليك حتى شخص ملتزم، بتأثر على التحقيق الأكاديمي بتاعك، ازاي انت بتأثر على مذاكرتك وتفكيرك، وبتأثر على كل حاجة في حياتك. فالالتزام بالرياضة كويس جدا، وبتحميك، غير انها بتحميك من أمراض كتيرة جدا جدا جدا. أمراض القلب أقل حاجة. وان انت تكون عايز تبقى رشيق وكويس في سن 60، فانت ابدأ من دلوقتي اعمل رياضة على الأقل عشان تكون كويس ما تعجزش بسرعة يعني. رابع عادة اللي أنا كنت لسه بقولها وهي الصحيان بدري، البركة في البكور. سيدنا محمد سبحان الله ما دلناش على خير، مفيش خير إلا ودلنا عليه. كل حاجة كان بيقولها هو صح. الصحيان بدري، ودول بيسموها الغرب الساعة الذهبية، اللي هي الساعة 4 أو 5 الفجر. وانت هتلاقي نفسك بتنجز كتير قوي. أول ما بتصحى تلاقي نفسك عملت حاجات كتير قوي، وهتلاقي نفسك بتخلص كل الحاجات اللي انت المفروض تعملها على الساعة 12. بينما البعض الآخر لسه هيبتدي يومه دلوقتي، تكون انت خلصت كل حاجة انت المفروض تعملها. فهو الصحيان بدري تحفة الصراحة. يعني بتلاقي نفسك في كتاب اسمه معجزة الصباح بيلخص ازاي الصحيان بدري فعلا بيأثر على نفسك. والخمس صباحا يعني. بس لو انت، انا برأيي الصراحة الموضوع مش مفيدة قوي لو انت بتصحى بدري، بس لو انت مش بتصحى بدري فانت لازم تقرأهم. ولو عايز يكون في ورقك في يومك كده بركة، قبل ما تنام اليوم اللي قبليه قول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. هتصحى تلاقي نفسك منجز بطريقة، هتلاقي الملائكة بتساعدك أصلا في كل حاجة. الذكر بيخلي بركة في الوقت كبيرة. إيه العادة اللي معانا دلوقتي وهي عبادة الحمد، اللي هي الامتنان. العبادة اللي بتقضي على الاكتئاب، بتمنع فقدان الشغف، بتخليك سعيد في يومك. انا بصراحة بجد في اوقات كتير بتحس ان الواحد بقى مش قادر ان هو يبدأ يومه، تعبان بجد. ففكرة انت بس تفتكر 3 حاجات انت ممتن لوجودهم في حياتك، دي كفاية. الحمد لله ان انا عايشة اصلا. الحمد لله ان انا بصحتي قادرة اروح واجي. الحمد لله ان انا في المكان اللي انا فيه. الحمد لله ان انا اهلي عايشين، رحم الله من مات. الحمد لله ان الشمس ما طلعتش من مغربها، ان في لسه وقت للتوبة. الحمد لله ان انا عندي وقت اصلا ان انا اعبد ربنا. الحمد لله ان انا صحيت بدري. كمية حاجات انت تقدر تحمد ربنا عليها. ف ودي بجد اكتر حاجة تمنعك حتى من الاكتئاب. دايما بيقولوا الغرب اللي قالوا الامتنان بيمنع من الاكتئاب، احنا عندنا الحمد لله. طبعا لو قعدت تحمد ربنا من النهاردة لمليون سنة قدام، تقعد تحمد في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. يعني كان دايما الحمد لله ان الامراض المالجنانت او كانسرز المالجنانت اللي هي الخبيثة، في حاجات كتير نادرة ما بتظهرش غير 1 في المليون او حاجة كده. فالحمد لله ان حاجات زي كده نادرة. مثلا الحمد لله اننا عندنا 5 اصابع. انت متخيل؟ الحمد لله. تخيل احنا لو زي مثلا حيوانات، او الاصبع الكبير اللي هو الثumb مش بيقفل زي بقية الاصابع، مش هنبقى نعرف نمسك في حاجات كتير. الحمد لله ان ربنا خلقنا كده في احسن تقويم، سبحان الله. انت لو بصيت فيه هتلاقي حاجات كتير. انا الحمد لله احنا عندنا دماغ. الحمد لله ان في حوالين الدماغ ده اغشية تقدر تمنع الدماغ دي من عدوات. انت لو بصيت في جسم الانسان لوحده هتلاقي في حاجات كتير تقدر تحمد ربنا عليها. فالحمد لله. العادة كمان اللي بجد خلتني اعرف نفسي اكتر، خلتني احب نفسي، هي عادة التدوين. انا بقالي يمكن شهر مستمرة عليها، وبجد حاسة انها غيرت حياتي وعرفتني على نفسي اكتر. انا مثلا متضايقة من الموقف ده ليه، بتلاقي نفسك مرة واحدة جالك شعور كده ان انت متضايق، فيا ترى ليه؟
او مثلا انت اتنرفزت من حاجة معينة. طب ليه؟ طيب في حاجات كتير احنا بجد مش بنبقى فاهمين نفسينا. لو عايز تفهم نفسك كويس هو بالتدوين. انت تسأل نفسك ايه انا عايزة ايه، طب انا اتضايقت من الموقف ده ليه، طب انا المفروض اعمل ايه. هو التدوين، وان انت تقعد كل شوية تدي لنفسك فيدباك عن اليوم اللي حصل اللي انت عملته قبل كده. برضو حاجة تانية ان انت تكتب اول ما تصحى من النوم، تكتب تو دو ليست او اللي هي الليست المفروض ان انت هتعملها، وتفضل معاك كده كل حاجة انت بتنجزها صح 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 لغاية ما قبل ما تنام تبص عليها وتشوف. ممكن تلاقي حاجة انت ما انجزتهاش او كده، بس تكتب بقى الحمد لله ان انت انجزت كل الحاجات دي، وتدي لنفسك بقى فيدباك عن ايه الحاجات اللي انت متقدرش تنجزها والحاجات اللي المفروض تعملها تاني يوم كده. فده برضو من الحاجات اللي بتخليها تطور من نفسك جدا يعني. آخر عادة عندنا وهي عادة الالتزام. الالتزام بكل شيء. قليل المستمر خير من كثير متقطع. أنا خلصت كتب كتيرة كانت تقيلة، تقيلة في اللغة العربية بتاعتها أو تقيلة صعبة أو كده، خلصتها في وقت كبير بس بالالتزام. إن أحطلها بقت عادة في يوم إن أنا بعمل حاجة كل يوم مثلا الصبح أو في وقت معين وملتزم عليها فترة. فخلصتها كورسات كتير وحاجات كتير تلاقي نفسك خلصتها بالالتزام. خليك ملتزم و آه، ما تعملش، ما تسيبش اي حاجة مجرد ان انت فقدت الشغف فيها. الفرق بين دايما بيقولوا الهواة والاشخاص الناجحين، الفرق ان الناجح حتى وهو فقد الشغف وهو مكتئب، مش مكتئب معانا مكتئب، مكتئب بالكلمة اللي احنا بنقولها يعني اكتئاب ده مرض، قصدي مكتئب ان هو يبقى فقد الشغف او مش قادر ان هو يعمل حاجة. ان شخص ناجح هو مش قادر يعملها بيعملها غصب عنه، غصب عن دماغه. فتحدي عقلك دايما، ومفيش حاجة صعبة مفيش حاجة مستحيلة. هي الفكرة عقلك هو اللي بيقولك مستحيل، بس اثبت لعقلك واثبت لنفسك ان انت غلط. اخر حاجة بقى هختم بسؤال اللي هو غير حياتي. السؤال اللي هو كل يوم اول ما بصحى من النوم بسأل نفسي الشخص اللي انا عايزة اكونه هيعمل ايه دلوقتي. وهنا سؤال بقى تاني، هل انت عارف مين الشخص اللي انت عايز تكونه؟ هل لو قلتلك دلوقتي غمض عينك فكر كمان 10 سنين هتكون حياتك ازاي؟ هتصحى الساعة كام؟ هتصحي أطفالك ولا لأ؟ ولا مش هتكون لسه مثلا اتجوزت؟ هتقوم تغسل سنانك، بعدين المفروض هتعمل ايه؟ تشرب كوباية القهوة، تقرأ كتاب، ولا هتقعد على السوشيال ميديا، ولا هتروح الشغل؟ شغلك يا ترى هيكون ايه؟ هتكون متجوز ولا لأ؟ أسئلة كتير بقى وسيناريوهات كتير انت تقدر تعملها، بس لازم تتخيل هل انا بعد 10 سنين انا هيكون مين؟ انا عايزة يكون الناس بتتكلم عليا ازاي، عايزة يكون نظرتي تجاه نفسي ايه، هيكون ايه شعوري وايه شعور اهلي بيا. وده التجسيد او اللي هو التخيل. يعني imagine yourself. تخيل دايما نفسك مين الشخص اللي انا نفسي اكون فيه، واسأل نفسك كل يوم هيعمل ايه دلوقتي. ممكن تطبقها على 10 سنين، 10 سنين بعيدة، 5 سنين. وسؤال تاني، تخيل لو هي آخر 6 شهور في حياتك انت هتعمل ايه دلوقتي. طبعا هتعبد ربنا ده شيء يقين، بس يا ترى هتكون مثلا ايه الرسالة اللي هتقدمها للناس؟ هتكون عايز الناس تفتكرك بإيه؟ ايه الأثر اللي هتسيبه بعد ما تموت؟ فتخيل. بس وهنا هختم، ان شاء الله المرة الجاية هتكلم على حاجة جديدة. تابعوني لو عايزين تعرفوا.